كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنت طيبة وحنينة اسمها ورد كانت عايشة مع أبوها الراجل الطيب، وما كانش ليهم حد في الدنيا غير بعض. البنت كانت مشهورة في القرية بأدبها وطيبتها وسماحة قلبها، وكان كل اللي يعرفوها يحبوها. وفي يوم من الأيام نزلت وردة على البير علشان تملى المية لأبوها، وهي ماشية لقت ست عجوزة تعبانة، وقعت منها القلة واتكسرت. يا خبر، مالك يا حاجة؟ استني هجيبلك مية تانية. البنت جريت من غير تردد وملت المية وغسلت للست وشها وإيديها وكأنها بتخدم أمها. بس اللي ورد ما كانتش تعرفه إن الست دي ما كانتش ست عادية خالص، دي كانت جنية متخفية بتختبر قلوب الناس وتشوف مين فيهم طيب ومين لأ. وورد بقلبها الأبيض كانت أحسن حد ممكن الجنية تقابله. وهنا الست العجوزة رفعت راسها وبصت لورد بابتسامة غريبة، وفجأة صوتها اتغير. يا بنتي، طيبتك وإنسانيتك دي مش هتروح هدر، ومن النهاردة كل ما تغسلي وشك هينزل منه قرش ذهب وقرش فضة. ورد ردت عليها بدهشة: أنا؟ ذهب وفضة؟ إزاي يعني؟ هتشوفي بنفسك مع الأيام، ده رزقك ومكافأة قلبك الأبيض. رجعت ورد البيت وهي مش مصدقة ولا كلمة، وبسرعة جريت على طبق المية وغسلت وشها. يا ربي، ذهب وفضة! أبوها قال بذهول: يا نهار أبيض، يا رب يا كريم، ده من فضلك. ومن يومها البيت اتفتح رزقه وربنا بارك لهم في كل حاجة. لكن في نفس القرية كان في ست شريرة وبنتها اسمها شوق، وأول ما عرفوا اللي حصل مع ورد غارت قلوبهم. أمها قالت لها: روحي يا شوق، روحي اعملي زيها، يمكن وشك ينزل منه دهب. شوق ردت بغرور وقالت: أكيد، وحبقى أغنى منها. شوق كانت ماشية في الطريق وفجأة لقت نفس الست العجوزة. الست كانت واقعة على الأرض والمية اتكبت من القلة وإيديها اتبهدلت بالطين. نفس الموقف اللي حصل مع ورد بالظبط، بس بدل ما تمد إيديها وتساعد، شوق لفت وشها. شوق قالت لها وهي متضايقة: مش تاخدي بالك يا ست انتي؟ هو ايه المنظر ده؟ قولي بقى، ما عندكيش حد يقومك ولا ايه؟ الست بصت لشوق، كانت مستنية كلمة طيبة، مساعدة بسيطة، حتى مجرد سؤال لو بخير. الجنية قالت لها بغضب: يا شوق، المواقف دي بتكشف القلوب، وانتي قلبك قاسي مش زي ورد. علشان كده من النهاردة كل ما تغسلي وشك مش هيطلع منه خير، بس تراب وسواد زي قلبك بالظبط. وهنا يا حبايبي خلصت الحكاية، حكاية بنت قلبها أبيض ربنا كافئها بالذهب والفضة، وبنت تانية قلبها قاسي فشافت اللي يشبه معاملتها. الحكاية دي بتفكرنا إن الكلمة الحلوة بتفتح أبواب، وإن اللي يساعد غيره الخير بيلف ويجيله، وإن اللي قلبه طيب ربنا يفتح له 1000 باب رزق وبركة. ودايما اختاروا تكونوا زي ورد، قلب حلو ونية صافية وابتسامة بتسند غيرها، علشان الخير عمره ما بيضيع. وبكده نكون خلصنا حدوتتنا، وتوتة توتة خلصت الحدوتة.
حلوة ولا ملتوتة؟ ولو عجبتكم حدوتتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الحواديت السحرية الخيالية بتاعتنا على قناتنا حكايات ديدو وليلي.